تعال أعطيك الوصفة كيف تعمل سلطة عقوبات وتخلي سوريا واحدة من أكثر دول العالم خضوعا للعقوبات مثل ما عملوا بيت الأسد. مكونات كالتالي: أول شيء بنجيب شوية عقوبات أحادية الجانب، العقوبات الأمريكية ذات النفوذ خارج الحدود اللي بتهدد أي شركة أجنبية بتتعامل مع النفط، البناء أو القطاع المالي السوري. بعدها بنضيف فوقها شوية عقوبات أممية، قرارات الأمم المتحدة ومعايير فاج اللي ما بتستهدف سوريا وحدها بس تتحكم بكيف تتعامل البنوك أو الدول مع أي علاقة مالية سورية. ونحط رشة من عقوبات الأفراد، قوائم تشمل عائلة الأسد ومسؤولين وقادة ميليشيات ورجال أعمال، هدول الأشخاص أصولهم مجمدة وسفرهم مقيد. بعدها بنخلطهم مع شوية عقوبات إقطاعية تشمل قطاعات مثل الطاقة، الطيران، بنى التحتية، التقنيات الحساسة، وأي شيء ممكن يغذي آلة الحرب. أما بالنسبة للعقوبات على القطاع المالي فأنت بتضيفهم حسب الرغبة. منع معظم العلاقات المصرفية، تضييق على الدولار باعتبار البنك المركزي السوري كيان عالي الخطورة في غسيل الأموال. وهيك بنكون حصلنا على سلطة عقوبات قانونية. قرارات الاتحاد الأوروبي، أوامر تنفيذية الأمريكية، تشريعات الأمريكية، عقوبات البريطانية، وإرشادات الهيئات الرقابية اللي بتحول العقوبات إلى سوفت وير بيضغط على أي جهة تتعامل مع سوريا. وإذا لسه ما بتعرف كيف